تفاعلكم ودعمكم يصنعان انتشار الحقيقة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب قبل المتابعة. ونبدأ معكم الآن تفاصيل هذا الملف الجوي والميداني الأكثر تعقيدا ورعبا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث. ففي مشهد ملحمي يحبس الأنفاس ويبدو وكأنه مقتبس من أضخم إنتاجات السينما العالمية حول نهاية الحضارة أو العصر الجليدي القادم، تستيقظ القوة العظمى في العالم اليوم السبت 31 من يناير لعام 2026 على وقع كارثة جوية مستمرة ومفتوحة على كل الاحتمالات السوداوية، حيث تواصل العاصفة القطبية الكاسرة فيرن تسليم الراية لعاصفة جيانا الأكثر وحشية، والتي تحولت رسميا إلى إعصار قنبلة يبسط مخالبه الجليدية فوق الولايات الأمريكية، محولا الشوارع والمناطق السكنية إلى ملاعب للموت ومتاهات من الجليد الصلب الذي لا يرحم، وسط حالة من الذهول والانهيار الشامل التي خيمت على المواطنين والمسؤولين على حد سواء، بعد أن تحولت مظاهر الحياة اليومية إلى صراع مرير من أجل البقاء في ظل درجات حرارة هوت إلى مستويات قياسية بلغت 30 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، لتثبت الطبيعة مجددا أنها القوة الوحيدة التي لا تعترف بحدود أو تكنولوجيا. Get all this shoveling done. Trying to get the cars out. Got a bit done. ونلاحظ مشاهدينا الكرام في هذه الساعات المفصلية والحاسمة أن الكارثة قد انتقلت من مرحلة تساقط الثلوج إلى مرحلة التجمد القاتل، فالثلج الذي كان بالأمس وسيلة للهو واللعب تحول اليوم بفعل الانخفاض الحاد والرهيب في درجات الحرارة إلى طبقات من الجليد الزجاجي الصلب الذي شل حركة البشر والحجر، حيث نرصد لكم في هذه الفيديوهات الحصرية مشاهد مرعبة لسيارات وشاحنات وحتى مركبات الشرطة والنجدة وهي تتزحلق وتدور حول نفسها كقطع صغيرة من الورق فوق طرقات تحولت إلى مرايا من الموت، مما تسبب في وقوع آلاف الحوادث المرورية المروعة التي رفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 35 قتيلا ومئات المصابين. وفي مشهد يجسد قمة المأساة والسخرية المريرة، يخرج الأمريكيون في محاولات يائسة ومنهكة لتنظيف مداخل منازلهم يدويا، لنشاهد كيف أن كاسحات الثلوج العملاقة التابعة للبلديات تعيد ردم ما نظفوه في ثوان معدودة، وكأن شيئا لم يكن في حرب استنزاف نفسية وجسدية لا تنتهي، حتى وصل الأمر بأحد المواطنين في مشهد يختصر حجم العجز البشري لمحاولة تنظيف سيارته المتجمدة بالكامل باستخدام ملعقة خشبية صغيرة في مهمة سريالية قد تستغرق منه أسبوعا كاملا، مما يعكس حالة الاستسلام التام أمام هذا الزحف الأبيض الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 1,000,000 منزل. ونرصد لكم مشاهدينا الكرام عبر شبكة مراسلين وما ينقله الناشطون الميدانيون مآسي تدمي القلوب وصورا سريالية لا يصدقها عقل، حيث وردت أنباء وتقارير موثقة عن تجمد الحيوانات في العراء وهي واقفة من شدة البرد القارس الذي جمد الدماء في عروق الكائنات الحية قبل أن تتمكن حتى من السقوط، محولة إياها إلى تماثيل بيولوجية صامتة، بينما تحولت بحيرات كاملة ومساحات واسعة من مياه الأنهار إلى كتل صخرية من الجليد، لدرجة أن المواطنين أصبحوا يمشون فوق الماء وكأنهم يمشون على اليابسة في مشهد لم يعهده سكان ولايات مثل كارولاينا الشمالية وجورجيا منذ عقود طويلة. وفي خضم هذا الجمود المطبق أصيبت حركة الطيران في المطارات الدولية الكبرى من دالاس إلى نيويورك بشلل تام، ورابضت الطائرات العملاقة على المدرجات كجثث هامدة مغطاة بأطنان من الثلوج بعد إلغاء أكثر من 15,000 رحلة جوية، في وقت تحولت فيه بعض المنازل من الداخل إلى ثلاجات بشرية نتيجة انفجار أنابيب المياه وتسربها ثم تجمدها فورا داخل الغرف، مما جعل الحياة داخل الجدران لا تختلف كثيرا عن جحيم البرد في الخارج الذي هبطت حرارته المحسوسة في مينيسوتا إلى 45 درجة تحت الصفر.
والآن مشاهدينا، ومع استمرار هذا المشهد القاتم الذي يلف القارة، لا يزال البعض يحاول التأقلم بطرق غريبة تثير الدهشة والذهول. فنشاهد في قلب هذه العاصفة أشخاصا يسبحون في مياه البحر المتجمدة في تحد انتحاري للموت، ودببة في حدائق الحيوان. بمدينة نيويورك تلهو بسعادة غامرة وكأنها استعادت موطنها الأصلي في القطب المتجمد، بينما تظهر لقطات أخرى مدهشة لعناصر من الجيش والشرطة وهم يستخدمون الدبابات والمدرعات الثقيلة، ليس لمواجهة عدو بل لسحب سيارات المواطنين العالقين في الجليد، قبل أن يشاركوا الأطفال اللعب والتزلج في محاولة بائسة لتخفيف وطأة الرعب الجوي. حتى أن البعض تداول مقاطع ساخرة تقول إن أمريكا استولت رسميا على جرينلاند بعد أن أصبح الجليد في نيويورك ومينيسوتا أشرس وأكثف مما هو عليه في أيسلندا نفسها، وسط خسائر اقتصادية قدرت ب 115 مليار دولار. ولكن وبينما نتابع معكم هذه التغطية المباشرة، تبرز في الأفق نذر كارثة أعظم وأشد فتكا من كل ما شاهدناه، حيث أصدرت هيئات الأرصاد الجوية الوطنية إنذارا أحمر وتحذيرات عاجلة من أن الإعصار القنبلة وينتر ستورم جيانا يستعد الآن لضرب الساحل الشرقي بقوة تدميرية، مع رياح تصل سرعتها ل 80 ميلا في الساعة وتوقعات بفيضانات ساحلية جليدية. الخبراء يحذرون من أن هذه القنبلة الجوية ستسقط فوق أرض مهيئة تماما ومغطاة بالجليد القديم، مما سيتسبب في تراكمات خرافية لم تسجل في السجلات المناخية، وهو ما يهدد بانهيار كامل ومطول في شبكات الطاقة والاتصالات، وقطع شامل للطرقات قد يستمر لأسابيع، مما يضع حياة أكثر من 200 مليون أمريكي على المحك تحت وطأة السيادة الجليدية المطلقة. Bro, this is some shit out of a movie. إننا بلا شك أمام لحظة فارقة وصعبة تختبر فيها الطبيعة كبرياء القوة العظمى وجاهزية الإنسان للصمود أمام هذه التقلبات المناخية المتطرفة التي لا ترحم. نرجو منكم مشاهدينا الكرام في كل مكان الاشتراك فورا في قناة نيوز الآن وتفعيل جرس الإشعارات لتكونوا معنا وفي قلب هذه الكارثة لحظة بلحظة، فنحن نواصل الليل بالنهار لنتابع معكم كافة التطورات الميدانية والتقارير المباشرة والبيانات الرسمية لنقل الحقيقة الكاملة والتحذيرات فور صدورها. شكرا لثقتكم الغالية التي نعتز بها ومتابعتكم المستمرة التي تمنحنا القوة لنقل الحدث كما هو بصدق وشفافية وسط أمواج الجليد والبرد القاتل.